سواء شوي أمامكم رجال الأشداء اللي واجهتوا هؤلاء المسلحين قتلتوه لاحقتوه، وكانت العالم بالكامل كان العالم بالكامل يراهن على بابا عمر سماها عصام ماما عمر ونقول ديلي عمر. موقف السياسي الدولي تغير بعد سقوط بابا عمر، فباباكم بعد عشيري والناس دي المريض الواويات على المنطقة هاي. كنا على امل انه خلص وقت اكثر ونرجع لهونيك على معسكراتنا وعلى محلاتنا، وهذا الشيء بينفذ حاليا هلا. وماني جاي انا العام اللي هو اللي اشحت امامكم، ما شاء الله انتم شحتوا امتي وانتم قويتوا معنوياتي ووجودكم الكويس والحلو والبسمه المرتسمه على كل وجوه الفداني هي اللي اعطتني انا كمان دفع وروح معنويه اكبر واعلى. اعتز بكل فرد وصف ضابط وضابط ينتمي لهذه المجموعه وللحرس الجمهوري، وارفع راسي دائما عاليا بكم ولا وجود لي بدونكم. بالروح والدم نفديك يا بشار، بالروح والدم نفديك يا بشار، بالروح والدم نفديك يا بشار، بالروح والدم نفديك يا بشار. لذلك العالم يراهن على بعض سقوط بابا عمر، يراهن على باقي الاحيان، لكن مثل ما قال السيد ما بينالوا من سمونا ولا بينالوا من مشروعنا وعزيمتنا، مشروعنا المقاوم طبعا وعزيمتنا نهائيا ما بينالوا منها. الفكرة انه احنا نخلص بابا عمر ونرجع على اساس باقي التشكيلات تكمل، بعدين لا باتجاه عشيري باتجاه النازحين ونرجع. انا شايفها وتقديراتي تقديرات الخيال، يعني من خلال شو تقديراتي انا انه مغادرتكم لحمص يعني شو عم تخبرني طبعا حابب هذا النجاح انا انصحك تكتب على فرصتكم الفضل هذا اللي شايفه انا، انتم معي بالراي. اذا رجعنا صار في ثغره مكانكم هون، وانا كنت تماما انا معك. اذا رجعنا بيرجعوا المسلحين، ترجعوا الشام ولا نضل نقاتل؟ شفيحه للابد لك عيونك يا اسد، شفيحه للابد لك عيونك يا اسد، شفيحه للابد لك عيونك يا اسد، شفيحه. نحن عم نقول الحرس الجمهوري شو معناها؟ معناها أن يقاتل على كافة أراضي الجمهورية العربية السورية لإعلاء كلمة القائد المقدم. بالروح بالدم نفديك يا بشار، بالروح بالدم نفديك يا بشار، بالروح بالدم نفديك يا بشار. ونحن نصر والصبر وقيادة السيد الرئيس. هو اللي عم يعطينا القوة، صبره وحكمته وإدارته للأزمة بشكل ناجح، والناس كلها العالم كله يستغرب صمود وصبر وحكمة هذا السيد الرئيس. الله سوريا بشار وبس، الله سوريا بشار وبس، الله سوريا بشار وبس. لذلك نتحدث مقترح أنا قدمته مشان ريحكم شوي. جبنا من اللواء 105 اليوم مع العقيد أصل كديب المجموعة ونقطة العناصر والضباط. اليوم هلا الساعة 10 بيطلعوا من الشام، الساعة 2 إن شاء الله 2 سكر بيكونوا كبير مدرعات. نحن راح نريح بشكل دوري 100 إجازات للمجندين. أنا بعتذر ليش إنه بيروح المجند يقطفوا على الطريق، بس يعرفوا إنه حرس الدولي بدهم يقطفوه، بدهم يذلوا أهله. أنا واثق هيك رحتوا. لذلك بنريح المجندين ب3 مدرعات، واذا واحد منطقته امني بقرار من العميد عصام والعميد مالك ما عندي مشكله نهائيا. نحن قلنا كل 3 ايام في الا 100 يرجعوا، يعني شغل شو الاخشاب كله بيجوا شوي كشف تمام. اللي يروح الجاز يروح، المنطقه الامن يروح. قرار العميد عصام والعميد مالك هكذا، قرار قادتكم مع البشري. 3 ايام ننزل على بيوتنا على الشام او نقعد في المرعات نتحمم ناكل نشرب نريح. بيجوا اهلنا بيزورونا اذا فيه هن يجوا، ما حدا بيجوز يعمل معهم شيء او بيجوز يوصلوا بسلام يعني.